كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم رح يكون فطورنا صواني لحمة أو صواني كفتة. أول إشي عندي كم زر بندورة، شلت الجلدة تبعيتهم قشرتهم، بعدين عندي راسين بصل وبقدونس بفرمهم بشكل ناعم، بعدين رح أحطهم بقلب علبة وأحط فوقهم اللحمة، أضيف عليهم البهارات. بهارات ملح فلفل أسود وبهارات مشكلة، وإذا بتحبوها حارة ضيفولها شوية شطة، وبعدين بدعكهم منيح لحتى تمتزج النكهات كلها مع بعض. وبعدين بمدهم بأرض الصينية بهذا الشكل. وبعدين بأصابع بعمل هذا الشكل للحمة. لزينة الوجه صينية رح أحط عليها شرائح بندورة، وصينية رح أحط عليها لبن وطحينية. بضيف عليها معلقتين سمنة وبغطيها وبرفعها على الغاز. اتركها على الغاز لحتى تستوي. الصينية الثانية رح أضيف عليها معلقتين سمنة وأغطيها وأرفعها على الغاز لحتى تستوي. بعد ما تستوي صينية اللحمة رح أحضر لها الوجه. حطيت لبن ورشة ملح وطحينية وبخلطهم كويس مع بعض، بعدين بفردهم على وجه الصينية. هون رجعت عملت خلطة ثانية لأنه الخلطة الأولى ما كفت لتغطية وجه الصينية. وبدخل الصينيتين على الفرن لحتى ينشوي الوجه، وهيك بتكون الكفتة جاهزة. هسا بدنا نعمل صحن متبل. أول إشي بحط اللبن، بضيف عليه طحينية وملح وليمون وبخلطهم كويس مع بعض.
دقيت سنين ثوم ناعم وبضيف عليهم الباذنجان المقلي وبدقهم لحتى يصيروا ناعمين. وهيك شكلهم بعد الدق. وبضيف عليهم خليط اللبن والطحينية، وبضيف عليهم ليمون بكثر هون، وبضيف عليهم بقدونس مفروم ناعم. وهيك بيكون صحن متبل جاهز. وهسه بدنا نعمل فتة المكدوس من دون لحمة. أول إشي حطيت مي، بضيف عليهم رب البندورة وملح وفلفل أسود والباذنجان المقلي وبتركهم يتسبكوا مع بعض. هون حطيت الخبز المقلي وبضيف عليه ثوم مهروس ناعم وعصير ليمون وكمون ورشة ملح. وبخلطهم مع بعض كويس. وبعدين بضيف فوقهم الباذنجان ودبس البندورة اللي يتسبكوا مع بعض، وبضيف فوقهم خليط اللبن والطحينية. خليط اللبن والطحينية ما بنحطه كله، بنحط ربعه واللي بيضل منه راح نحطه على الوجه. هون حطيت معلقتين سمنة وقليت فيهم لوز، انتو شو بتحبوا مكسرات قلوا فيهم، وبحطهم فوق الخليط. ورشيت فوقهم كمون. وبزينها بالخبز المقلي. وهيك كان فطورنا لليوم، بتمنى يكون عجبكم وما تنسون من اللايك والاشتراك. سلام.